لو بنتفرج على مسلسل أو فيلم أمريكي أو بنحاول نشتري حاجة من هناك، دايما بنلاقي وحدات القياس مختلفة وغريبة عن اللي احنا نعرفها ومنتشرة عندنا وبنستخدمها في حياتنا اليومية. وحتى ما بنكونش عارفين الوحدات دي معناها ايه، زي الياردة والقدم والباوند والإنش والكلام ده. في الحقيقة إن ده نظام خاص بأمريكا اسمه النظام الإمبراطوري. طب ليه أمريكا بتستخدم الوحدات دي أو النظام ده وإيه القصة وراها؟ اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا الفرق بين النظام الوحدات الإمبراطوري ونظام الوحدات المتري. ولو انتم أول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. في البداية لازم نعرف ايه هو النظام المتري الشائع في العالم وايه الفرق بينه وبين النظام الإمبراطوري المستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية. النظام المتري ده هو النظام اللي بنستخدمه في بلادنا واغلب بلاد العالم بتستخدمه، وهو نظام عشري للقياس متفق عليه دوليا، وفي اول بداية ليه كان قائم على طول قضيب من البلاتين مخصص للقياس بيسمى متر قصر المحفوظات. وزن قطعة قياس مصنوعة من البلاتين برضو كانت بتسمى كيلو جرام قصر المحفوظات. وتسميتهم كانت كده لأنهم كانوا موجودين في قصر المحفوظات الفرنسي لما فرنسا طرحتهم في عام 1799 كنظام موحد للقياس. على مر السنين كانت بتزيد الوحدات في النظام المتري اللي ابتدى فقط بالمتر والكيلو جرام، وتوسع ليشمل العديد من الوحدات التانية. وعلى الرغم من توسع النظام المتري والتعديلات اللي ظهرت عليه في أواخر القرن ال19 وأوائل القرن ال20، إلا أن مصطلح النظام المتري للقياس بيطلق حاليا كمرادف للنظام الدولي للوحدات أو النظام العالمي للوحدات، وهو نظام وحدات القياس الأوسع انتشار في العالم وبيستخدم في كل البلاد باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. وبيعد النظام المتري أو الدولي أسهل بكتير من النظام الإمبراطوري المستخدم في أمريكا، لأن كل وحدات القياس فيه بتنقسم إلى كسور عشرية. يعني على سبيل المثال فالسنتيمتر بينقسم ل10 ملم، والكيلو جرام بينقسم ل1000 جرام، وهكذا. وده سبب انتشاره عالميا بسرعة، لأنه مش معقد زي مثلا لما نقول إن المية بتتجمد على درجة حرارة 0 مئوية مقارنة ب 32 فهرنهايت، أو بتغلي عند 100 درجة مئوية مقارنة ب 212 فهرنهايت. طب إيه اللي يخلي الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم النظام الأصعب؟ الأول لازم نعرف تاريخ النظام ده إيه وجا منين. نظام وحدات القياس الإمبراطوري كان بيسمى في البداية بنظام الوحدات الإنجليزية أو النظام البريطاني الإمبراطوري، وهو نظام وحدات قياس تم تعريفه أول مرة في قانون الأوزان والمقاييس البريطاني سنة 1824، ودخل بعدها حيز الاستخدام الرسمي عبر أنحاء الإمبراطورية البريطانية كلها. وبما أن في البداية الولايات المتحدة الأمريكية كانت تابعة لبريطانيا، فكانت بتستخدم النظام الإمبراطوري، وبعد كده تحولت كل البلاد للنظام المتري، حتى بريطانيا ابتدت تتحول جزئيا من سنة 2011، لكن أمريكا فضلت على النظام الإمبراطوري وأصبح خاص بيها وحكر عليها. طيب نرجع تاني للسؤال بتاع ليه أمريكا ما غيرتش للنظام المتري وتمسكت بالنظام الإمبراطوري مع إنه أصعب ومحدش بيستخدمه غيرها. في الحقيقة في كذا سبب للموضوع ده. أولهم الوقت والتكلفة، لأن دولة اقتصادية صناعية كبيرة زي أمريكا لما قامت فيها الثورة الصناعية أصبح فيها مصانع بمعدات ضخمة وكبيرة وبتوفر ملايين الوظائف للعمال والمنتجات للأسواق والمستخدمين، ومن الصعب إنهم يغيروا لنظام قياس مختلف عن اللي بيستخدموه دلوقتي، لأن ده ممكن يسبب مشاكل أو يعطل الإنتاج ويكلف الدولة خسائر مهولة. تاني سبب هو صعوبة التكيف مع النظام المتري بالنسبة للشعب الأمريكي اللي بيعتبر النظام الإمبراطوري أسلوب حياة خاص بيه، ومش هيكون سهل أبدا إنه بعد كل الوقت ده يبتدي يتعلم وحدات قياس جديدة ويغير من طريقة وأسلوب حياته. ثالث سبب إن أمريكا زي ما قلنا هي دولة صناعية كبيرة وبتعتبر الدولة المتحكمة في اقتصاد العالم وصاحبة عملة الدولار أقوى عملة في العالم، وبالنسبة لها إن دولة تبني اقتصاد عالمي فلازم يكون عندها معايير أساسية خاصة بيها ويخليها مميزة عن أي دولة تانية في العالم. بالنسبة بقى لمقياس درجات الحرارة، فأمريكا برضو بتستخدم نظام الفهرنهايت زي ما قلنا، اللي مش منتشر زي نظام السيلزيوس المستخدم تقريبا في كل بلاد العالم، وده لنفس الأسباب اللي ذكرناها في النظام الإمبراطوري. في النهاية كده فواضح إن أمريكا خلقت هوية مميزة لنفسها في وحدات القياس وقدرت تحافظ عليها لحد النهاردة،
لدرجة إنه بقى صعب جدا التغيير للوحدات المستخدمة في العالم كله. قولوا لنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل.